شو يا ماما شو الطبخة اليوم؟ والله يا غزل، اليوم رح اعمل لك احلى بيتزا على الغاز بالمقلاية. أول مرة بسمع إنه في بيتزا على المقلاية. ولا اسرع ولا اسهل، احلى من الفرن. رح نعملها على الغاز من فوق، اسهل واسرع بيتزا ممكن تدوقيها. يلا يا غزل نحضر انا وياكي احلى بيتزا. عنا بهيدا الكوب بنحط كبايتين ونص من الطحين، وعنا معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وعنا معلقة كبيرة من حليب البودرة، وعنا ربع كوب من زيت النباتي، وبعجنهم بإيدي بهيدا الشكل من مثل ما انك شايفة يا غزل. وهلا عندي كوب مي دافية، مش سخنة، دافية. بصير اعجن بإيدي بهذا الشكل. واخر شي اعتزت بعد معلقة من الطحين. واخر شي من بعد ما عجنت العجينة حطيت على وجهها معلقة زيت زيتون. وهلأ بهيدي الطريقة بقسم العجينة لقسمين، وبصير شكلها بهيدي الطريقة لحتى احطها بمقلاي على النار مدهونة بزيت مثل ما شايفة يا غزل العجينة. هلا هون عندي المقلاي دهنتها بالزيت، وحطيت العجينة بقلبها، وصرت اعملها بهيدا الشكل بالشوكة. وهيدا القسم التاني يا ماما مثل ما انك شايفة. نحن هيدا عم نعمل اسمين لأم. هيدا المعيار بيعمل اسمين من العجين. مثل ما انك شايفة عندي هون هيدا صوص البيتزا يا غزل. معلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وحطيت عليها فلفل أسود وسبع بهارات، وحطيت معلقة من الأورجانو أو الزعتر. وهلأ مثل ما عم بتشوفي حطيت على وجه الجبنة، وحطيت من الذرة. هون فيهم بهالحال تستعمل أي حشوة بتحبوها، فليفلة، أي شي، يعني أي شي حدا بيحبه من الحشوة بحط. أي شي حطيت بيتوفر عندك. أي شي حدا، أي شي بيتوفر عندهم. هلأ هون غطيناها يا غزل. وهلأ هدا القسم التاني من العجينة. وهلأ هيدا القسم التاني من العجينة. ومن بعد يا غزل ما غطينا لحتى تسيخ الجبنة على وجه البيتزا، هيدا الشكل اللي طلع معنا. هلأ القسم التاني من العجينة حطيناها. وأكيد هون النار على الخفيف بدها تكون، مش عالي كتير أحلى ما تحترق العجينة. وهلأ أنا عندي هون كمان من بعد ما دهنا الصوص البيتزا، من بعد ما ندهن قلبتها على الميلة التانية غزل من بعد ما احمرت. وهلأ بدهنها بهيدي الطريقة. وأنا هون يا غزل عندي حشوة عملتها بندورة، ذرة، فليفلة، مع بهاراتها، مع الأورجانو أكيد. وحطيت لها معلقة كاتشب كمان، حطيتها بهيدي الطريقة مثل ما عم بتشوفي. وهلأ من بعد ما حطيتها يا ماما رح حط هلأ الجبنة على وجهها. رح حط الجبنة على وجهها لحتى تستوي. هلأ من بعد ما احط الجبنة على وجهها، نحن لازم نكتر كتير جبنة لحتى هيك تموت. اكيد بتطلع كتير طيب. كل ما نكتر جبنة كل ما بتطلع كتير طيب. مثل ما انك شايفة غطيتها لحتى تسيخ الجبنة. هي خلصت دغري يا ماما. مثل ما عم بتشوفي يا غزل. هلا رح نحطها بالصحن. هيدي بيتزا العشر دقايق على الغاز من فوق بالمقلاية. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا انسونا باللايك باللايك وبالشير وبالشير وبالاشتراك. والاشتراك.